مساء الخير يا إخواتي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي سلام وهدوء مع نفسكم. النهاردة جايلكم بموضوع بسيط شكلاً لكنه عميق جداً في معناه. وأنا بقلب على الفيسبوك لقيت بوست بسؤال شدني جداً. يا ترى لو أنت تصنفت مشاعر تحب تكون إيه؟ وساعتها حسيت إن السؤال لمس حاجة جوايا. فضلت ساكتة شوية أفكر، هو أنا فعلاً عارفة أنا إيه؟ هل أنا الحزن اللي بيتجدد كل مرة بشكله المختلف؟ ولا الحب اللي رغم وجعه لسه بيصدق في الناس؟ يمكن أكون الغضب اللي ساكت طول الوقت؟ ولا الحنين اللي دايماً بيشدني لحاجات كان نفسي تفضل؟ ولا الحنان اللي بيتمنى حد يحتويه زي ما كان نفسه يلاقي؟ بصراحة لقيت إن جوايا كل ده. جوايا فرح بيظهر وبيستخبى، وجوايا حزن ملوش آخر، وجوايا وجع اتحول لصبر، وحنين مش عايز يهدى، وجوايا برضو جزء صغير قوي بيحاول يفضل بخير رغم كل حاجة. بس بعد تفكير طويل لقيت نفسي بختار أكون الراحة النفسية. مش علشان أنا عايشة في راحة، بالعكس، أنا جوايا دوشة كبيرة وتساؤلات وذكريات مش بترضى تسكت. بس يمكن اخترت أكون الراحة علشان نفسي أديها للناس اللي حواليا زي ما كنت دايماً بتمنى ألاقيها. نفسي لما حد يسمع صوتي أو يقرأ كلماتي يحس كأنه بيتنفس بعد خنقة، كأنه رجع بيته بعد يوم طويل، كأنه لقى أمانه حتى لو لحظة صغيرة. كلنا جوانا مشاعر كتير بتتخانق جوا القلب، بس الأجمل إننا نختار نكون الإحساس اللي نفسنا نحسه، مش الإحساس اللي الدنيا فرضته علينا. فكروا كده معايا يا إخواتي، لو اتصنفتوا مشاعر تحبوا تكونوا إيه؟ وليه؟ اكتبولي في الكومنتات، يمكن لما نشارك بعض مشاعرنا نعرف نفسنا أكتر ونلاقي السلام اللي بنحلم بيه. ما تنسوش اللايك والشير، ومنتظرة رأيكم في الكومنتات. ولو عندكم موضوع حابين نتكلم فيه ابعتولي في التعليق أو على صفحتنا على الفيسبوك حكايات سيلة. سلام، كانت معاكم سيلة، وده كان كلام من القلب.